السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. النهاردة هتكلم على حاجات انا جبتها، كانت حاجات على قد الايد. قبل ما اتكلم عنهم، اللي لسه ما اشتركش في القناة يدوس على زر الاشتراك اللي تحت او يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلكوا على طول. اول حاجة حابة اتكلم عنها اللي هو الفازلين. فازلين طبعا ده اللي احنا شايفينه، ده فازلين اعتقد اماراتي. ثواني كده نشوف صوص افريكا. هو مش اماراتي بس هو مستورد، هو افريقي، هو مكتوب ان هو افريقي بس انا مش عارفه، انا متهيالي انا خدته على اساس ان هو اماراتي. المهم ان هو حجمه كبير قوي قوي قوي، حجمه حوالي 500 ملي، 400 حجمه، 400 ملي زي ما انتوا شايفين. في منها 4 انواع. انا جبت اللي هي الانتنسيف كير اللي هي من الكوكا، وجبت التانية اللي هي اللي بتعمل زي ان هو بيوحد لون البشرة. دول انا جبتهم، كان سعرهم قليل. في ناس بتبيعهم باسعار مختلفة، يعني انا هسيب لكم لينك الجروب اللي انا جبت منه تحت في الفيديو ده. هسيب لكم اللينك بتاعه، لان هو الصراحة ده اقل جروب يعني سعره بيبيع الحاجات دي. بصوا زي ما انتوا شايفين، انا طبعا استخدمتها، ريحتها فعلا كوكا، كوكا باتر. ريحتها حلوه قوي، بترطب فعلا الجسم، بس حسيتها هتبقى احلى، يعني ترطيب هيديني اللي هو بيرفكت، هيديني في الصيف اكتر، لان هو ده كريم. بس هو في حاجه حلوه فيه، ان هو كريم مش خفيف ومش تقيل، هو وسط. يعني بصوا شايفين، بصوا كريم يعني اهو، لولا ما اعمل كده لولا ما ينزل، لكن هو مش خفيف ومش تقيل، وفي نفس الوقت فعلا بيرطب فعلا البشرة. يعني انا عجبني قوي، ترطيبه حلو، بيدي ريحة للجسم عامة او لايدك. في نفس الوقت البشرة تمتص بسرعة، ما بيسيبش اثر دهني على جلد. كمان ما بتحسش بتلزيق، فحجمه حلو ومناسب وعلى قد الايد يعتبر، انا بالنسبه لي لانه حجمه حلو، فعجبني جدا جدا جدا. فقلت انا لازم اعمل له فيديو ليه مخصوص. هو فازلين طبعا انا جبته، وبعدين لقيته بعد ما جبته لقيت على جروبات تانية اسعاره بقت عالية. معرفش بقى هل هو زاد بعد ما انا جبته، ولا هل هو ناس بتبيعه بسعر وناس بتبيعه بسعر. فانا مش عارفة الصراحة مين الصح ومين الغلط. فانا جربت ده لسه جديد، انا ما جربتهوش. تاني حاجة هندخل عليها الكوكانت ميلك، اللي هو ده زي بديل الفاونديشن. زي ما انتوا شايفين، هو عبارة عن كريم كوكانت او بزبدة قصدي بجوز الهند، حليب جوز الهند. ريحته حلوة، ريحته جوز هند فعلا. هو ده المفروض ان هو بيعمل وايتنينج للبشرة، فانا هجربه معاكم. انا جربته قبل كده بس انا لازم اجربه معاكم تاني. بصوا هو ده المفروض ان هو بديل الفاونديشن، فحلو سواء يعني البشرة الدهنية، لانه مش بيسيب اثر دهني، وفي نفس الوقت البشرة تمتص بسرعة. فانا بالنسبة لي ان هو زي كريم مرطب، ان هو ما بيعملش وايتنينج او ما بيعملش اللي هو مكان الفاونديشن. فانا شايفين الايد، فرق الايد متهيالي هي اعتقد. بس انا اظبط الكاميرا. فانا حاسه ان هي الايد ما حسيتش باختلاف قوي، فحاسه ان هو بس جاست ان هو مرطب، مش بيعمل اللي هو وايتنينج، او مش بيعمل اللي هو بديل الفاونديشن. هو 200 ملي، كان سعره برضو حلو قوي، مناسب على قد الايد. فعجبني الصراحه، ان انا بحب اي حاجه فيها جوز هند، لان جوز هند معروف سواء للبشره سواء للشعر سواء للجسم، فهو فعلا حلو.
بعتذر. فده كان تاني حاجة ان انا جبتها من نفس البنوتة اللي جبت منها. ده اخر حاجة بقى اللي هو ده البادي سبلاش. ده مفروض ان هو اماراتي، المفروض بصوا ميد ان اي ار اي، يعني الامارات. عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي 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 جدا فما تتخيلوا. ممكن يكون ده البديل الارخص او اللي هو البديل عشان خاطر المقاطعه لباس اند بادي. فهو الصراحه حلو قوي، عجبني. انا جربته على الهدوم، ما جربتوش على الجسم. فعلى الهدوم الصراحه ثبت على الهدوم. ريحته فضلت على الهدوم حوالي يومين او بالظبط على الاستحمامه اللي هي اللي بعدها او الحميه اللي بعدها. فعجبني قوي قوي الاتنين، ريحتهم تحفه. انا قلت لها هاتي لي ريحتين على ذوقك، فالصراحه الاتنين تحفه تحفه. اللي هو روز فانيلا، وكمان اسمه التاني توايلايت. فنصيحه مني ان انتوا لازم تجربوا اللي هو البراند ده، لان هو بصراحه يستاهل التجربه. وسعره كمان حلو قوي، سعره 100 وحاجه، يعني سعره عبيط قوي بالنسبه للاسعار اللي احنا بنشوفها سواء بايس سواء فيكتوريا. الحاجات دي سعرها بقى عالي جدا. فالحاجات دي لازم تجربوها عن تجربه مني، لان هما بجد يستاهلوا التجربه. ريحتهم حلوه، ثابته على الهدوم. ريحتهم تقيله، يعني تنفع حلوه معي. يعني لو انتي قعدتي يومين 3 ما استحميتيش، لا هو ريحتك بتفضل زي ما هي في البادي سبلاش. فحلو قوي قوي قوي، عجبني جدا جدا جدا. نصيحة لازم تجربوه. هسيب لكم ان شاء الله لينك الجروب اللي هو انا جبت منه تحت في الديسكريبشن عشان خاطر تجيبوا منه. ده كان فيديو النهاردة وبس كده. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.